يا ترى انت شجاع ولا مجرد مغامر عنده ثقة زايدة ومعلومات ناقصة؟ في زمن كل الناس عايزة ترند وتتصور مع اسد او تاخد سيلفي جنب تمساح، لكن البرية قررت ترد بطريقتها. وفي الفيديو ده هنشوف اغرب 12 موقف لناس قرروا يتعاملوا مع الطبيعة كأنهم في مدينة ملاهي، وكانت النتيجة صدمة جدا. في الهند ساحر تعابين اسمه سومو قرر يوري الناس انه جامد، راح ماسك كوبرا وبدل ما يكتفي بعرض عادي قال لك ابوسها من دماغها، بس الكوبرا ما كانتش فاضية، لفت بكل ادب وعضت الراجل في شفايفه، اتنقل بسرعة المستشفى واتحقن بمضاد السم ولسه عايش، بس واضح ان الحب مؤلم قوي المرة دي. في امريكا شاب كان مسك تعبان بايد وعلبة بيرة ببقه، التعبان ده مش اي تعبان، ده الثعبان القطني المعروف بسرعته اللي بتوصل ل 2.98 سنتيمتر في الثانية، ومعروف بسمه المرعب، وفعلا هاجم في لحظة ولدغه. بس المصيبة الشاب ما وقعش البيرة، يعني حرفيا فضل ماسك البيرة ومتلصم من الألم. لحسن حظه لحقوه ونجا، بس الفيديو عمل ترند والعالم انقسم ما بين بطل سكران وغبي محظوظ. في الصين راجل دخل قفص فيه أسدين، مش كزائر، كشيخ دعوي. الراجل كان عنده مشاكل عقلية وبدأ يقرب من الأسود بهدوء. الأسد حس بالتهديد، هجم عليه، عضه في دراعه، والراجل ما استسلمش، فضل مكانه لحد ما السلطات وصلت والمأساة اضطروا يقتلوا الأسد. والسؤال هنا، انت داخل قفص أسود ليه أصلا؟ في حديقة في المكسيك بنت شافت قفص قرود، قررت تضرب القفص وتتحرش بالقرد. القرد ما ردش بالكلام، مسك شعرها وبدأ يسحب ويسحب كأنها لعبة. بحسن الحظ ما حصلش إصابات، بس الرسالة وصلت، القرود مش لعبة وممنوع تلمس القفص. عيلة شافت تمساح جنب النهر، قالوا فرصة، صورة جامدة. واحد قعد على ديله وواحدة قربت منه من الجنب، والتمساح قال لهم حاضر، ولف فجأة وعضها. يعني لما الحيوان معروف انه بيعيش في مستنقعات مش المفروض نقف جنبه كأننا في ديزني لاند كده من بعيد. في البرازيل راجل سكران اسمه مارسيلو قرر يلعب مع تعبان مرجاني سام، عضه التعبان والراجل مات بعدها بلحظات. المشكلة كان متعود يتعامل مع التعابين، بس دي ما كانتش لعبة، ودرسنا هنا لما الطبيعة تقول لك كفاية هزار صدقها على طول. في تايلاند سائح هندي دخل قفص نمر في مملكة النمر علشان ياخد صورة سيلفي. المدرب واقف بالعصاية بيحاول يخلي النمر يركز في الكاميرا، بس النمر كان ليه رأي تاني. فجأة هجم على السائح وجره، والراجل بيصرخ زي ما يكون في ملاهي رعب، وخرج بخدوش. بس المرة الجاية خليك جنب النمر في البوستر بس مش في الحقيقة. في مكان تلج كان في دب محبوس في قفص، وراجل قرر يدلع الدب ما بين القضبان. الدب محبش اللعب، فرد عليه بقبضة من نوع خاص، هاجمه من ورا الحديد، وسمعنا في الفيديو صوت الكاميرا بتقفل على صرخة. حد عنده شك ان الدب كان مش في مود الحضن خالص؟ للي مش عارف، الحريش بيعض وعضته مؤلمة جدا وبيفرز سم بسيط ممكن يعمل مضاعفات. واحد حب يستعرض ويمسكه من جردل، الحريش قال له فين ايدك وعضه فورا. المسكين اتلوى من الألم وسابنا كلنا بنسأل ليه الناس بتحب تمسك اي حاجة فيها اكتر من 8 رجول. في حديقة جامايكا حارس دخل ايده من بين القضبان علشان يلمس وش الاسد قدام الزوار علشان يبهرهم. طبعا الاسد قال له اوعى تلمس حاجة، وقام عضه على طول، ما سابش ايده غير لما فصل له صباعه. الزوار كانوا فاكرينها فقرة استعراضية لحد ما سمعوا الحارس بيصرخ وهو واقع. الحديقة قالت حدث مأساوي، واحنا بنقول مفيش تدريب بيبدأ من وش الاسد يا معلم. راجل شاف تمساح غاطس وراسه باين وقرر ياكله لحمة بايده، بس بدل ما يرمي اللحمة قربها من مناخير التمساح. التمساح قال له شكرا وقام نطط على دراع الراجل، واللي بيصور كان مستني صورة، بس طلع يصور لحظة فيها شبه من افلام الرعب. فرس نهر تم تبنيه وهو صغير، وكان صاحبه ماريو بيقول عليه ابني وبيغسل له اسنانه كمان كل يوم. بس في يوم قرر يفتكر انه فرس نهر حقيقي وهجم على ماريو وقتله. ليه؟ الله اعلم. بس فرس النهر ده كان بدأ يطارد قوارب ويهاجم لعيبة جولف في ايامه الاخيرة، وده يخلينا نقول بصوت عالي فرس النهر مش كلب حتى لو شرب معاك شاي بليمون. في امريكا راعي كنيسه عنده طقوس دينيه غريبه، كان بيشيل تعابين سامه في الصلاه على اساس انها علامه ايمان، لكن في يوم من الايام التعبان عضه، ورغم كده رفض ياخد علاج وقال ايمان هيشفيني، ومات في بيته بعدها بساعات. الايمان جميل وكل حاجه، بس كمان ربنا خلق الطب ومضاد السم مش ضد الايمان. في فيديو مرعب غواصه صينيه كانت بتغوص في منطقه مشهوره بوجود قروش نمر، بس المشكله بيستخدموا طعم علشان يقربوا القروش، وده ممنوع اصلا. القرش خرج من الضلمه وعضها من دماغها،
دماغها، هزها جامد ولولا انه فكها بسرعة كانت راحت في داهية. النتيجة جروح مرعبة وشهرة مرعبة. نصيحة لما تحب تغوص اختار مكان القروش مش جعانة فيه. في عالم بقى فيه ترند أهم من السلامة، الناس بقى بتغامر بحياتها علشان صورة أو فيديو أو شوية تفاعل. بس زي ما شفنا الحيوانات مش بتفهم في الترند ومش بتقدر إنك حطيت فلتر على الستوري، هي بتفهم في حاجة واحدة بس، الخطر، ولو حست بيه هتتصرف بسرعة وبدون مقدمات. البرية مش مصممة علشان تعيش فيها ولا تتصور جنبها، اتفرج بس من بعيد واحترم نفسك. افتكر اللي مش بيخاف مش دايما شجاع، ممكن يكون جاهل. لو عجبتك الحلقة النهاردة دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان تشوف كل جديد، لأن الطبيعة لسه مخبية قصص أغرب.